قضية سفاح بن أحمد. الأمن يوقف شخصا جديدا. أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على أحد المواقع الإخبارية يظهر فيه شخص يزعم بأن المتهم بارتكاب جريمة بمدينة ابن أحمد قام باقتراف فعل مماثل كانت ضحيته طفلة تبلغ من العمر 12 سنة. وأوضح بلاغ أمني أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط قد أوضحت أن الأمر يتعلق بتبليغ عن جريمة وهمية ووشاية كاذبة من شأنها المساس بإحساس المواطنين بالأمن، وأن مصالح الأمن الوطني بمدينة ابن أحمد لم تسجل أي واقعة تتعلق بتعرض طفلة للقتل. وأفاد المصدر ذاته بأن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية الشخص الذي أدلى بالوشاية الكاذبة المذكورة، وذلك قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة ابن أحمد مساء أمس السبت. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. وبعد الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء، مع سلامة.